اليوم احنا غزه ايش بيهم؟ ما عندهم يعني قرار سياسي. احنا اليوم عمليه انتخابيه، بس لا تريدوا تسوونه مثل غزه. لا هو اذا نمشي ورا التغريده تصير مثل غزه. شنو اذا مشيت ورا التغريده؟ اليوم طلعت المالكي، اذا غيرنا باكر راح شو يقولوا لك؟ الحشد هذا اذا غيرنا مرشح الاطار التنسيق السيد المالك، فبالتالي وضعنا راح يصير اسوء من غزه؟ طبعا. لان راح يصير عندك القرار مو قرارك. اسمع الواحد من المحللين الاقتصاديين من النخب بهذا الشان. اليوم اني باكر راح اليوم يقول لك اني الشخص المالكي هذا طلعنا المالكي على مود نحل المشكله. يجي باكر يقول لك الحشد تحلونه، انتم عندكم جيش والشرطه وهذا، راح نجي نقول الحشد يا الجيش والشرطه. زين منطق سليم ان نذهب بمواجهه مع ترامب، وهاي سياسه الرعنه او كذا. هاي موضوع السياده دكتور. هو قصدي يعني وانا اسال، يوم شخص دا يتدخل بيك مو موضوع، يعني مو موضوع، ودا يتدخل بيك بوقت قاتل، ودا يتدخل بيك وهو عنده 1000 طريقه. تخوفت اليوم من احد المحللين الاقتصاديين، شفته بالتلفاز، شخصيه اكاديميه، قال من يواجه الولايات المتحده الامريكيه فبالتالي يمكن راح يعرضنا مثل حصار ايام التسعينات، لانه الفيدرالي بنك، الدولار، الاقتصاد. مشكله الدوله هي تحل المشكله، هي تحل المشكله.